السلام عليكم هندسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير يا رب. بُص يا هندسة، السؤال اللي جالنا بيقول: هل التقدير مهم والّا لأ؟ هل السؤال ده بقى حقيقة والّا خيال؟ السؤال بتاع النهارده بصراحة انا كان ممكن يحصل لي حاجة لما كريم بيقول لي عليه يعني. التقدير يا هندسة مهم ولا مش مهم؟ اعمل ايه طيب؟ ده انا بقالي كل مرة اقول لكم اهم حاجة عندنا التقدير يا باشمهندسين يا دكاترة يا اساتذة. والله التقدير هو الاساس، هو مفتاحي يعني. انا يعني هقول لك حاجة، تعال نقلب الادوار ما بيننا وبين بعضنا. انا راجل صاحب شركه او مدير في شركه، كويس، وانت طالب في الجامعه. النهارده بنتكلم مثلا في 50,000 طالب، في 100,000 طالب، في 200,000 طالب. هل من المنطقي اني انا كراجل صاحب شركه اعرف ال 200,000 طالب ولا ال 100,000 طالب؟ اكيد مش هعرفهم. طيب، السؤال لما انت تيجي تقدم عندي، انت راجل اسمك محمد، شكلك شيك ولابس بدله ومنظم نفسك وحاطط النضاره التمام والساعه التمام، كل حاجه عندك زي الفل، والله ما شاء الله عليك. دخلت للشركه، هحكم عليك ازاي؟ هل هحكم عليك بمنظرك وشكلك وبتاع وخلاص؟ لا، ما اكيد انت جاي عشان اعمل لك انترفيو. طب انا هسالكوا سؤال، ايه لازمه الانترفيو؟ تفتكروا الشركات ليه عملت فكره الانترفيو اصلا؟ فكره الانترفيو علشان من الاخر انا ممكن اي حد يجيب لي ورقه اسمها سي في ويقول انا امتياز مرتبه شرف وانا الاول على الدفعه وانا مفيش مني اتنين في الدنيا وانا بعرف اعمل كل حاجه وشاطر في كل حاجه. انا عايز اثبت بقى الكلام ده. فالتقدير يا شباب هو مفتاح دخولك الشركات، مفتاح دخولك المستشفى، مفتاح دخولك مكتب المحاماه، مفتاح دخولك المؤسسات. ده حاجه اساسيه. فالتقدير مهم. ده يعني انت اصلا شغلانتك في الحياه حاليا طالب عاوز تقدير. لما ان شاء الله رب العالمين تتخرج وتشتغل في مكان، هيبقى شغلانتك انك عاوز ترقيه، عايز فلوس، عايز مرتب، عاوز تعمل شغلك الخاص. كل مرحله لها الهدف بتاعها. الهدف الرئيسي دلوقتي انك تجيب تقدير. ده الهدف الرئيسي بلا فصال بلا منازع، كل حاجه زي الفل. يبقى التقدير محدش يستخف بيه. لكن اللي احنا بنقوله ايه بقى؟ افرض وقعنا في التقدير، تقدر تعوضه؟ اه ان شاء الله رب العالمين تقدر تعوضه. معلش السنه دي كنت مقصر في حاجات معينه. اهم حاجه انك تشخص حالتك صح. انت ليه وقعت في التقدير؟ ليه مش عارف تجيب تقدير؟ ده اهم. يعني انت لو رحت لاي دكتور طبيب، اي دكتور في الدنيا، وتقول له والله انا تعبان، 50% من العلاج انه يشخص حالتك صح، يقول لك المرض اللي عندك صح. هو ما عندوش مشكله قوي، مش شايل هم ال 50% التانيه اللي هو الدواء. الدواء بقى ان يديك مضاد حيوي، يديك حاجه للمغص، يديك حاجه للسخونيه، يديك حاجه مش عارف لايه، حاجه لايه. لكن هو مشكلته في ال 50% الاولانيه، اعرف المرض اللي عندك ايه عشان اقدر اعالجك. نفس الكلام، انت لو وقعت في التقدير اقعد مع نفسك. انا ما جبتش تقدير ليه؟ انا ما طلعتش الاول على الدفعه ليه؟ انا ما جبتش امتياز ليه؟ ابدا بقى شوف ايه مشكلتك. والله مشكلتك بتقع في ما بتخلصش حاجتك اول باول، ما بتعرفش تلخص، ما بتفهمش من الدكاتره، بيشرحوا بسرعه فانت بتقع في موضوع السرعه دي، مش عارف، ما بتكتبش، ذاكرتك بتخونك وما بتفتكرش كويس، ما بتعرفش تحفظ، ما بتعرفش تلخص، ما بتعرفش مش عارف ايه. حدد نقط مشكلة ضعفك او نقط ضعفك فين. نقط ضعفك في واحد اتنين تلاتة اربعة، اشتغل على نقط الضعف دي واطور منها علشان اجيب التقدير. واللي بيقع ويقوم ربنا بيعوض عليه كويس جدا، لان ربنا بيقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. وزي ما اتفقنا في البرنامج ومتفقين في اي وقت في الدنيا، لازم تستعين بالله. ادعي ربنا، ادعوا ربنا يا شباب بكل نفسكم فيه. ارفع ايدك وقول يا رب ابقى اشطر واحد في الجامعه، يا رب ابقى الاول على الدفعه، يا رب خليني افتكر كل حاجه وما انساش، يا رب خليني افهم كل حاجه والموضوع ما يبقاش صعب، يا رب اقدر الخص، يا رب اقدر اكتب. يعني ادعي ربنا بالعاميه باللي نفسك فيه. ما تجيبش دعاء مكتوب وتقراه وانت مش حاسس بيه ولا حرف. ادعي ربنا باللي نفسك فيه، ربنا ان شاء الله رب العالمين يحققه لك. ما تعصيش ربنا، ولو عصيت استغفر. وما تنساش ان احنا في رمضان، وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولست وحدك، كل الناس معاك في نفس المشكله، ما تخليش حد يضحك عليك. وان شاء الله توكل على الله وهتبقى احسن واحد في الدنيا. التقدير ثم التقدير ثم التقدير. واشوفكم في مشكله تانية ان شاء الله في فكره بكره. السلام عليكم.
القاهرة.